إخواني، من الذي أنقذ القلوب من تلك الظلمات؟ أقوام ما عرفوا الله حياتهم كلها، امتن الله عليهم بالهداية، ما وقفوا يوما من الأيام بباب الله يسألونه أن يهديهم، ومع ذلك تكرم وتفضل ووهب سبحانه. أليس خليقا به جل وعلا إذا تعلقت ببابه وعدت بجنابه وأظهرت الفاقة إلى الله أن يثبت لك القدم على سبيله، فهو الحقيق بأن يهب ذلك. ولذلك يا إخواني، إذا أراد العبد أن يثبت قدمه على الهداية فليبتعد عن تلك المحارم الموجبة لضعف الإيمان في القلب، وأن يحاول قدر استطاعته إذا وجد من النفس دواعيها أن يكبح جماحها بالخوف من الله تبارك وتعالى. فحق على الله من ترك شيئا لله أن يعوضه خيرا منه. ومن أسباب الثبات على الهداية معاشرة الصالحين والأخيار، فإن الصالحين والأخيار الجلوس معهم والأنس بهم من أعظم الأسباب الموجبة للهداية، وكذلك الحرص على زيارتهم والتأدب بأخلاقهم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله تعالى أن الله عز وجل غفر لعبد جلس في مجلس ذكر مرة واحدة فقال وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليس، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فالجلوس مع الأخيار وزيارة الأخيار من أهم الأسباب الموجبة للثبات على الهداية. ولذلك بلغت الهداية ببعضهم أنه يقلق لو مر عليه من عصى الله خشية أن يذكره بمعصيته. فلذلك إخواني، فلذلك البعد عن الأشرار والجلوس معهم. وإن كثيرا ممن أكرمهم الله بالهداية قد يتساهلون في هذا الأمر العظيم، فتارة تجدهم يجلسون مع من لا خير فيهم ويتساهلون في ذلك، ووالله إنه لخطر عظيم. من تعرف على الله وامتلأ قلبه بالإيمان بالله فإن قلبه لن يسكن فيه غير داعي الله ومحبة الله. فينبغي للإنسان أن يحذر من الجلوس مع الأشرار، وإن الجلوس معهم والضحك واللهو معهم من الأمور التي توجب للعبد الردى وتورده موارد الشهوات والهوى. ولذلك من تعود على مجاملة الأشرار فلا يلومن إلا نفسه. جماع الخير كله تقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله ثبت الله قدمه على الهداية وأوجب له الولاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.